في الساعة 4:47 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 3 يناير 2026. وحدات العمليات الخاصة الأمريكية بتنفذ اقتحام على مجمع في كاراكاس. في أقل من 90 دقيقة نيكولاس مادورو زعيم فنزويلا لمدة 12 عاما والمهندس وراء أكبر انهيار اقتصادي كارثي في وقت السلم في التاريخ المعاصر بيلاقي نفسه في الحجز الأمريكي. احتياطيات البترول دلوقتي بقت بتاعتنا بشكل لا يقبل الشك، كمية مهولة بتوصل ل 300 مليار برميل، بتمثل 17% من الاحتياطيات المؤكدة في العالم. حجم بيفوق السعودية وحتى العراق ويو 8 مجتمعين. دونالد ترامب بيكشف عن مبادرة لإعادة الإعمار بقيمة 400 مليار دولار، وبيوصف المشروع ده بالنهضة الفنزويلية. بالفعل والتأكيد بيجي إنها هتتحول لدبي أمريكا الجنوبية. لو القصة دي دولة فاشلة، بترول كتير، تدخل خارجي ووعود بإعادة الإعمار، حسيت إنها مألوفة ليك، يبقى تقييمك صح 100%. الأحداث اللي بتحصل في فنزويلا بتتبع نمط تاريخي ثابت، لدرجة إن نتائجه الاقتصادية ممكن تتوقعها حسابياً، وده بيخلي التعرف عليه أمر لا رجعة فيه. ده مش مجرد تخمين، ده بيمثل الآليات الثابتة للدورات الاقتصادية التاريخية. النمط الأساسي هو كالتالي: بيتكون من 7 مراحل مميزة. لاحظ إزاي فنزويلا بتستوفي كل معيار بدقة. المرحلة الأولى: بداية لعنة الموارد. دولة تكتشف كميات هائلة من الموارد الطبيعية. الاكتشاف ده بشكل متناقض ما بيؤديش لرفاهية واسعة النطاق، وبدل من كده بيحل محل ضرورة تطوير مؤسسات قوية. إيه الدافع لإنشاء أنظمة ضريبية فعالة أو هيئات قضائية محايدة أو قطاعات صناعية تنافسية لما البترول الخام بيفرض سيطرته على السوق لوحده؟ عام 1914 شهد اكتشاف فنزويلا المحوري لاحتياطيات البترول. بحلول السبعينات قفز الإنتاج اليومي ل 3.5 مليون برميل، مما جعل الدولة ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. لكن الجهاز الحكومي فشل في بناء أساس اقتصادي متنوع معتمدا بدلا من ذلك على مجرد بنية تحتية من خطوط الأنابيب. فساد ممنهج مؤكد. المرحلة الثانية: يبدأ عصر تأميم الموارد والاحتواء السياسي. أدركت القيادة السياسية بسرعة أن السيطرة على إيرادات الموارد توفر مصدراً لا ينضب للمحسوبية. عندما تولى السلطة عام 1999 أجبر هوغو شافيز شركات النفط العالمية على الدخول في مشاريع مشتركة، محدداً حصتهم في الملكية ب40% فقط، ومحيداً بذلك استقلاليتهم التشغيلية. شركة بيديفيسا مؤسسة النفط الوطنية الفنزويلية تم استخدامها لاحقاً كسلاح وأداة للقوة السياسية. مبلغ هائل قدره 981 مليار دولار من عائدات البترول تراكمت من 1999 إلى 2011، لم توجه لا لتطوير البنية التحتية ولا تم ادخارها بحكمة، بل صرفت عبر مبادرات اجتماعية مصممة لتأمين الولاء السياسي وإعانات تشجع الاعتماد الاقتصادي. مؤكد. المرحلة الثالثة: التآكل الممنهج لمؤسسات الدولة. مع التدفق غير المنضبط للبترودولارات، تحولت الكفاءة المهنية من ضرورة إلى مجرد خيار. تاريخياً كانت بيديفيسا تعتبر واحدة من أبرز الشركات العالمية وأكثرها تقدماً تكنولوجياً في مجال البترول. بحلول عام 2015 تدهورت لتصبح جهازاً يعتمد على المحسوبية، يضم موالين سياسيين أثبتوا عدم قدرتهم على صيانة المعدات أو إدارة الخزانات بفعالية. بدأ المهندسون المحترفون ذوي المهارات العالية في الهجرة الجماعية. عدد هائل من المواطنين الفنزويليين بلغ 7.7 مليون، يمثلون ربع سكان البلاد، لجأوا منذ ذلك الحين إلى الخارج. هذه الظاهرة تتجاوز مجرد هجرة عقول، إنها تشكل نزيف عقول حقيقي. مؤكد. المرحلة الرابعة: الانخفاض الحاد في إنتاج النفط. التأثير التراكمي لإهمال الصيانة فاقم التدهور التشغيلي. هوى إنتاج النفط من 3.5 مليون برميل يوميا في التسعينات
إلى 800 ألف برميل متوقعة بحلول عام 2025. ده بيمثل انكماش مهول بنسبة 77%. تقدر احتياطيات النفط الخام غير المستغلة تحت الأرض بحوالي 300 مليار برميل، لكن قدرة فنزويلا على استخراج الموارد دي اتدهورت بشكل كبير. الحد الأدنى للأجور الشهري في البلد بيبلغ مجرد 130 بوليفار. المبلغ ده بيعادل حوالي 40 دولار أمريكي. الأمم المتحدة بتحدد 2.15 دولار في يوم كمعيار للفقر المدقع، ونتيجة لكده العمال الفنزويليين بيعيشوا على أقل من خمس خط الفقر العالمي ده. مؤكد. المرحلة الخامسة التخلف عن سداد الديون السيادية ودوامة الديون اللي مفيش مفر منها. بحلول سنة 2016 الديون الخارجية لفنزويلا تضخمت ووصلت ل 149.3 مليار دولار. الرقم ده كان بيمثل 5.6 أضعاف إيرادات التصدير السنوية للبلد. حالات التخلف عن السداد الحتمية حصلت في 2017، ومدفوعات الفوائد المستحقة لوحدها وصلت ل 31 مليار دولار. إجمالي الالتزامات المالية اللي بتشمل الالتزامات الثنائية للصين وروسيا والقروض متعددة الأطراف من مؤسسات زي البنك الدولي وسندات الدين اللي ما تسددتش ارتفعت ل 200 مليار دولار. نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي للبلد ارتفعت بشكل كبير ووصلت ل 200 مليار، وده رقم غير مستدام. ده معناه إن الدولة كانت مديونة ب2 دولار لكل دولار واحد من ناتجها الاقتصادي السنوي. مؤكد. المرحلة السادسة شبح التدخل الخارجي. جهات أجنبية بتبدأ تدخل عسكري. الولايات المتحدة بتلقي القبض على الرئيس مادورو وبتفرض سيطرة مباشرة على صادرات فنزويلا النفطية. الرئيس ترامب بيعلن إن كل العائدات هيتم توجيهها لحسابات بتديرها أمريكا وموجودة في مؤسسات مالية معتمدة دوليا. ده مش تمويل لإعادة الإعمار، دي عملية استيلاء. مؤكد. المرحلة السابعة بتشمل تعهدات لإعادة الإعمار اللي بتفشل باستمرار في إنها تتحقق. في حين إن فنزويلا لسه ما دخلتش المرحلة السابعة، النتيجة النهائية متوقعة بالنظر للسوابق التاريخية اللي شفناها في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا. في كل مرة التكلفة المتوقعة لإعادة الإعمار بتطلع دايما متفائلة بشكل مبالغ فيه. الجدول الزمني للمشروع بيمتد بلا نهاية، وإيرادات البترول دايما بتمتصها عقود غامضة وفساد ممنهج والتزامات خدمة الديون. النمط المتكرر ده لا يمكن إنكاره. هوريك دلوقتي ليه فنزويلا مقدر ليها إنها تكرر المسار ده بدقة. هندرس 3 دراسات حالة تاريخية مختلفة بتمتد عبر قرون ومناطق جغرافية مختلفة. الآليات الأساسية هي بالضبط. العراق 2003 الولايات المتحدة بتبدأ غزو وبعدها بتطيح بصدام حسين. العراق بتمتلك 140 مليار برميل من احتياطيات النفط الموثقة، حجم ما فيش غير السعودية بس اللي تتفوق عليه في الفترة دي. بول بريمر بيعلن إن موارد العراق البترولية هتستخدم لتمويل جهود إعادة الإعمار بتاعتها اللي بتشمل البنية التحتية زي الكهرباء والمياه والطرق والمرافق التعليمية جنب إقامة الديمقراطية والرخاء الاقتصادي. التكلفة الأولية المتوقعة كانت 50 مليار دولار، لكن بحلول سنة 2014 المصروفات الفعلية تجاوزت 200 مليار دولار. مليارات من رأس المال الأمريكي لإعادة الإعمار فقط. إنتاج النفط الخام الآن بعد أكثر من عقدين من الزمن لم يتمكن بعد بشكل موثوق من تجاوز مستوياته القياسية قبل الصراع. إنتاج العراق يقف عند حوالي 4 ملايين برميل يومياً. هذا الرقم يعادل حجم إنتاجه في عام 2002. جهود إعادة الإعمار العراقية تعثرت ليس بسبب نقص في رأس المال، بل بالأحرى لأن لا يمكن للمرء إعادة بناء الهياكل الأساسية في ظل فراغ أمني واسع النطاق وغياب أي حكم شرعي، حيث أصبح كل دولار مغناطيساً للمستغلين الانتهازيين. التجربة الأفغانية من 2001 حتى 2021 ثروة طبيعية مميزة، معادن لا نفط، ولكن بنموذج تشغيلي متطابق. الولايات المتحدة تتدخل بعد أحداث 11 سبتمبر وتلتزم بإعادة الإعمار الوطني للدولة.
تم تخصيص ما يزيد عن 145 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار. الإدارة الأفغانية فشلت في تأمين سيادة إقليمية فعالة خارج العاصمة كابول، ونتيجة لذلك فإن اتفاقيات إعادة الإعمار وجهت تدفقات رأس المال لشبكة من المقاولين من الباطن، كيانات قامت بعد ذلك بتحويل مدفوعات غير مشروعة، نوع من إتاوة الحماية، مباشرة للفصائل المتمردة. شهد أغسطس 2021 انسحاب الولايات المتحدة. هذه اللحظة الفارقة شهد انهياراً سريعاً لجهاز الدولة الأفغانية في غضون 11 يوماً مذهلة. كل إطار مؤسسي تم بناؤه بعناية على مدار عقدين من الزمن يتلاشى ليصبح عفى عليه الزمن. إعادة بناء الدولة يصبح تحدياً مستحيلاً عندما تفتقر بشكل أساسي إلى ذاكرة مؤسسية أساسية وجهاز أمني موحد، احتكار شرعي للقوة، وأي قدرة مالية قابلة للحياة. ليبيا 2011. تدخل الناتو يتوج بالإطاحة بمعمر القذافي. تمتلك ليبيا ما يقدر بنحو 48 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، وتحديداً النفط الخام الخفيف الحلو ذو الجودة السوقية الممتازة. في أعقاب التدخل انقسمت ليبيا إلى مشهد من السلطات الحكومية المتنافسة. استولت الجماعات شبه العسكرية على البنية التحتية النفطية الحيوية. شهد إنتاج النفط الخام تراجعاً كارثياً، حيث انخفض من 1.6 مليون برميل يومياً إلى أدنى مستوى له عند 200 ألف. اليوم بعد 15 عاماً كاملة لا تزال ليبيا منقسمة بين إدارات حكومية متنافسة. على الرغم من أن إنتاج النفط قد انتعش جزئياً ليصل إلى حوالي مليون برميل يومياً، إلا أن الشركات الأجنبية تواجه ظروفاً من عدم الاستقرار التشغيلي العميق، وتبقى إعادة الإعمار الوطني الشاملة معلقة إلى أجل غير مسمى. يتكرر النمط التاريخي: تدخل خارجي، وعود بعوائد الموارد، فراغ مؤسسي لاحق، والفشل الحتمي لإعادة بناء الدولة. نتحول الآن لتطبيق هذا الإطار التحليلي على الوضع المعاصر في فنزويلا. تتجاوز فنزويلا كونها مجرد دراسة حالة افتراضية. مسارها الاقتصادي والسياسي الحالي يضعها بالفعل بقوة ضمن المراحل من 4 إلى 6 من هذا الإطار المحدد. دعونا نفحص الحقائق التشغيلية الراهنة التي تتكشف في يناير 2026، وهي منعطف حاسم للبقاء الاقتصادي. الفراغ الأمني المستجد، وهو نذير لعدم الاستقرار المنهجي. لقد انهار نظام مادورو. يطرح السؤال الحاسم: من الذي يسيطر الآن على دولة فنزويلا الممزقة؟ الجيش الوطني، وبشكل واضح لا يفرض سيطرته. لقد تم تقويض نزاهته المؤسسية بشكل ممنهج بسبب الفساد المستشري والتسييس المتغلغل، ولا كذلك قوات الشرطة الوطنية. لقد تضررت فعاليتها التشغيلية بسبب شهور من الرواتب غير المدفوعة، وهو إخفاق اقتصادي جوهري. السلطة الفعلية تكمن الآن لدى الكوليكتيفوس، وهي منظمات شبه عسكرية تم تدريبها تاريخيا بواسطة جماعات حرب العصابات الكولومبية فارك و ALN. هذه الكيانات بعيدة كل البعد عن كونها ميليشيات هاوية مسلحة بمسدسات بدائية. قدراتها العملياتية هي نتيجة مباشرة للتدريب العسكري الاحترافي. تتقن هذه المجموعات تكتيكات القتال المتقدمة، وتفرض سيطرتها على الأحياء الحضرية، وتفرض بشكل منهجي سياسات وتوجيهات. إنها تشكل فعلياً السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع في الأراضي التي توقف فيها جهاز الدولة الرسمي عن العمل بفعالية. تاريخياً صنفت إدارة ترامب رسمياً كارتيل دي لوس سوليس، وهي شبكة سرية كبار المسؤولين العسكريين المتورطين بعمق في عمليات تهريب المخدرات كمنظمة إرهابية أجنبية. في نوفمبر 2025، وهو إعادة تصنيف مالي وأمني حاسم. جهاز الأمن القومي الفنزويلي متشابك بشكل أساسي مع الجريمة المنظمة المتغلغلة، مما يمثل هشاشة اقتصادية نظامية. الرئيس المؤقت ديلي رودريغيز يواجه مفترق طرق حاسم، معضلة مستعصية.
فنزع سلاح المجموعات المسلحة المتعددة يهدد به إشعال حرب أهلية شاملة، ومع ذلك فإن الحكم الفعال لا يمكن تحقيقه ما دامت هذه الفصائل قائمة. إعادة الإعمار الاقتصادي، وهو شرط أساسي للاستقرار، يتطلب الأمن، وهذا الأمن بدوره يستلزم نزع سلاح هذه المجموعات. لكن نزع السلاح هذا يعتمد على قدرة دولة قوية، وهو مورد غير متوفر حالياً. هذا يجسد المفارقة أساسية: دولة فعالة لا غنى عنها لإعادة بناء مؤسسات الدولة ذاتها. الجاذبية الخادعة لقطاع النفط. احتياطيات معلن عنها تبلغ 300 مليار برميل. هذا الرقم يبدو هائلاً. اسمحوا لي أن أوضح حقيقته. تداعياته الاقتصادية: نسبة مذهلة تبلغ 75% من نفط فنزويلا تتكون من خام ثقيل جدا، مادة لزجة تشبه دبس السكر، محملة بنسبة عالية من الكبريت، ومحتوى معدني مرتفع، وبالتالي لا يمكن نقله عبر خطوط الأنابيب دون معالجة أولية مكثفة، وهذا يستلزم إما حقن البخار في المكامن الجوفية أو تخفيف الخام بالهيدروكربونات الأخف مباشرة في مرافق الإنتاج ذاتها. فنزويلا تفتقر إلى رأس المال اللازم لتنفيذ مثل هذا المشروع. علاوة على ذلك، يبلغ إنتاجها الحالي من النفط الخام 800 ألف برميل يومياً. قارن هذا بمستويات الإنتاج القصوى في التسعينيات، والتي ارتفعت إلى 3.5 مليون. هذا يمثل انخفاضاً مذهلاً بنسبة 77%. حاداً، هذا ليس بسبب استنزاف احتياطيات النفط، بل بالأحرى البنية التحتية الحيوية اللازمة لاستخراجه قد انهارت تماماً. تحليلات جي بي مورغان تتوقع أن استعادة شاملة لإنتاج النفط الفنزويلي ستتطلب استثماراً سنوياً قدره 100 مليار دولار لمدة عقد من الزمان، وهذا يترجم إلى استثمار تراكمي يبلغ تريليون دولار. في أوائل يناير 2026 اجتمع الرئيس ترامب مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات النفط الرائدة. صرح دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة أكسون بشكل لا لبس فيه أن فنزويلا منطقة غير قابلة للاستثمار. العائق ليس ندرة احتياطيات الهيدروكربون، بل غياب حكومة فاعلة ونقص العقود القابلة للتنفيذ وإطار قانوني غير قادر على الحماية من مصادرة الأصول. في عام 2007 أجبر هوغو شافيز شركتي كونيكو فيليبس وإكسون موبل على التخلي عن حصصهما في مشاريع النفط الفنزويلية. حصلت كونيكو فيليبس لاحقاً على حكم تحكيم دولي بقيمة 9.3 مليار دولار. فنزويلا لم تحترم هذا الحكم قط. ما هو الحافز المنطقي لأي شركة لضخ مليارات من رأس المال الآن؟ الحل المقترح من إدارة ترامب سيطرة أمريكية مباشرة على تدفقات الإيرادات الناتجة. أعلن الرئيس ترامب أن فنزويلا ستحول 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخام الخاضع للعقوبات إلى الإشراف الأمريكي. ستقوم وزارة الطاقة بعد ذلك بتسويق هذه البراميل، مع توجيه جميع العائدات إلى حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة. هذا لا يشكل تمويلاً لإعادة الإعمار، بل هو مصادرة صريحة للأصول تعمل تحت ستار الوصاية. وهنا تكمن المعضلة المالية الحرجة. حتى لو انتعش إنتاج النفط، فأين ستتدفق رؤوس الأموال المتولدة في النهاية؟ مباشرة إلى هاوية الديون السيادية. التزامات فنزويلا المالية ارتفعت بشكل مذهل لتصل إلى 200 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقلقة تبلغ 200%. مبلغ كبير قدره 58 مليار دولار. من هذا الإجمالي ينبع من سندات اليورو التي أصدرتها الدولة الفنزويلية وتكتلها النفطي بدفيسا. علاوة على ذلك 31 مليار دولار إضافية تمثل مدفوعات الفوائد المتراكمة غير المسددة، ومن بين دائنيها الرئيسيين 19.3 مليار دولار مستحقة للصين، و2.9 مليار دولار لروسيا، و5 مليارات دولار لمؤسسات مالية متعددة الأطراف
مثل البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. ومما يزيد الأمور تعقيداً هي صناديق الاستثمار الانتهازية Vulture Funds، وهي صناديق تحوط مضاربة استحوذت على سندات فنزويلية بسعر زهيد لا يتجاوز 10 سنتات للدولار، وتسعى الآن بقوة للحصول على السداد الكامل. في نوفمبر 2025 حصلت شركة أمبر أنرجي على سيتجو، مجمع فنزويلا الاستراتيجي لتكرير النفط في الولايات المتحدة، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام جوهرة التاج، مقابل 5.9 مليار دولار من خلال مزاد قضائي. على الرغم من أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة نددت بالبيع ووصفته بالاحتيالي، فقد ضاعت سيتجو بلا رجعة. الآن تخيل نفسك كشركة نفط أجنبية يتم استثمار مبلغ كبير قدره 10 مليارات دولار لاستعادة قدرات إنتاج النفط بمجرد أن تبدأ إيرادات النفط في التدفق. السؤال الحاسم حينئذ يصبح: إلى أين توجه هذه الأموال؟ الوجهات المحتملة تشمل خدمة الديون والمساعدات الإنسانية واستثمارات البنية التحتية الحيوية. كل دولار واحد من إيرادات النفط يصبح خاضعاً لعدد لا يحصى من المطالبات المتنافسة، وتشمل هذه حاملي السندات الذين لديهم أحكام تحكيم، والتزامات الديون الثنائية الصينية والقروض الروسية، وحالات الطوارئ الإنسانية الملحة، وإصلاحات شبكة الكهرباء الحيوية، وبرامج إعادة توطين 7.7 مليون فنزويلي نازح. إعادة هيكلة الديون السيادية في أعقاب التخلف عن السداد هي عادة مسعى يستغرق سنوات عديدة. تخلف الأرجنتين عن السداد عام 2001 على سبيل المثال لم يتم حله بالكامل حتى عام 2016، وهي محنة استمرت 15 عاماً. إعادة هيكلة اليونان عام 2012 تطلبت تدخلاً كبيراً من الاتحاد الأوروبي وقروضاً كبيرة من صندوق النقد الدولي وشطباً هائلاً للديون. الأهم من ذلك، فنزويلا لا تمتلك بنية تحتية دعماً مماثلة. صندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ لا يقدم حالياً حزم إنقاذ. الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص واضح في تنسيق الدائنين. الولايات المتحدة تستولي بشكل أحادي على مصادر الإيرادات. النماذج الاقتصادية التقليدية لما بعد الصراع تتوقع تحويل الموارد، خاصة إيرادات النفط، لتتدفق مباشرة إلى الخزانة الوطنية لتغطية نفقات إعادة الإعمار اللاحقة، غير أن الواقع المالي المعاصر لفنزويلا يفرض مساراً مختلفاً، فعائدات النفط تحول إلى حسابات تديرها الولايات المتحدة بشكل أساسي لخدمة الديون السيادية، ولا يتبقى منها سوى أموال قليلة إن وجدت. إذا استوعبت التزامات الديون السيادية جميع إيرادات النفط بالكامل، يطرح السؤال الحاسم: ما هي الآليات المالية التي ستدعم جهود إعادة الإعمار الوطنية؟ وهم الانعكاس الديمغرافي الجماعي. عدد مذهل يبلغ 7.7 مليون مواطن فنزويلي شرعوا في هجرة خارجية، يمثل هذا ربع سكان الأمة، وهم موزعون الآن في كولومبيا 2.8 مليون، بيرو، إسبانيا، وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ووجهات عالمية أخرى. مسؤولون داخل إدارة ترامب استشهدوا بشكل متكرر بالنموذج الإسرائيلي كسابقة سياسية. تطبق إسرائيل حوافز مالية موجهة لتشجيع عودة الشتات، بما في ذلك إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 10 سنوات، ومعدلات ضريبية صفرية للمقيمين العائدين في عامي 2026 و2027. لكن هناك فرق جوهري يكمن في قدرة الدولة الراسخة في إسرائيل التي تتميز بحكومة فاعلة وجهاز أمني قوي والالتزام بسيادة القانون واقتصاد قابل للحياة. على النقيض، فنزويلا لا تمتلك حالياً أي من هذه الركائز المؤسسية الأساسية. أي حساب اقتصادي عقلاني
سيجبر مهندسا فنزويليا يعمل بمهنية في مدريد ويتمتع بالأمن الشخصي والتعليم الجيد لأطفاله على العودة إلى فنزويلا مقابل حافز مالي تفتقر الدولة بشكل واضح إلى القدرة على تطبيقه. العودة الناجحة على نطاق واسع مرهونة بتحسينات يمكن التحقق منها في الأمن الشخصي وفرص العمل والخدمات العامة الأساسية واستقرار العملة على مستوى الاقتصاد الكلي. حالياً لا يتم استيفاء أي من هذه الشروط المسبقة الحاسمة. البيانات التاريخية التجريبية حول هجرة العودة بعد الصراع تظهر باستمرار أن العودة الكبيرة تبدأ فقط بعد وليس قبل فترات الاستقرار الوطني. حتى في ظل هذه الظروف المستقرة تظل هجرة العودة انتقائية للغاية، مدفوعة بعوامل مثل رأس المال البشري المتخصص والروابط العائلية أو الالتزام الوطني العميق. عودة واسعة النطاق للملايين تظل في أفضل الأحوال احتمالاً يمتد لعقد من الزمان إن تحققت بالفعل. يتفاقم هذا التحدي الديموغرافي بسبب كارثة بنية تحتية تتكشف. أمن فنزويلا القومي للطاقة يعتمد بشكل حاسم على منشأة كهرومائية وحيدة، سد غوري، الذي يزود 80% من الطاقة الكهربائية للأمة. بني في الستينيات وقد صممت قدرته الأصلية لعدد سكان أصغر بكثير، وعانى من نقص مزمن في الصيانة لعدة عقود. شهد أغسطس 2023 عطلين نظاميين في شبكة الكهرباء أثر الحادث الأولي على 12 ولاية، بينما أدى الحدث اللاحق إلى غرق أكثر من 20 ولاية في الظلام، مما ترك كاراكاس بدون كهرباء لمدة 12 ساعة والمناطق الغربية لمدة 20 ساعة. غياب كامل للكهرباء بيشل الخدمات الأساسية، تنقية المية بتقف، الثلاجات بتبوظ وشبكات الاتصالات بتنهار. أبحاث تاريخية مستقلة بتكشف إن منظمة غير حكومية بتراقب الاضطرابات الاجتماعية في فنزويلا سجلت 416 مظاهرة شعبية بسبب انقطاع الكهرباء في سنة 2023 بس. تخيل صعوبة جذب رأس المال الأجنبي. أسس عملياتك الصناعية في فنزويلا اللي الكهرباء فيها بتقطع بشكل روتيني لمدة 20 ساعة متواصلة. مجرد إصلاح البنية التحتية للكهرباء قبل حتى ما نفكر في الطرق ومرافق المياه والمستشفيات والمدارس بيمثل تكلفة مليارات الدولارات. من أي احتياطيات مالية هيتم سحب استثمار زي ده؟ إيرادات فنزويلا من البترول معظمها مرهون بمطالبات الدائنين، مع حسابات مالية تحت الولاية القضائية الأمريكية بتخدم في الأساس أهداف أمريكا الجيوسياسية. النفط الخام بتاع البلد بيواجه تحديات تكرير كبيرة. هو نوع تقيل جدا مليان كبريت عالي وتركيزات معادن مرتفعة، وده بيتطلب استهلاك طاقة كبير لاستخراجه. حسب وكالة الطاقة الدولية، انبعاثات الميثان اللي بتيجي من عمليات البترول الفنزويلية بتتجاوز المتوسط العالمي ب6 أضعاف، بينما شدة حرق الغازات بتسجل 10 أضعاف المعايير الدولية. بحيرة ماراكايبو اللي تعرضت لقرن من الحفر المكثف بتعتبر واحدة من أكثر الأنظمة البيئية تلوثاً بالبترول على الكوكب، مع تسجيل حوالي 200 حادثة تسرب حصلت بس بين 2016 و2021. الأرقام دي بتمثل بس الحالات اللي تم توثيقها رسمياً. على مدار 20 سنة اللي فاتوا، فنزويلا شهدت إزالة غابات بمساحة 2.6 مليون هكتار من غطائها الشجري، وهي مساحة بتعادل المساحة الجغرافية لولاية فيرمنت. حالياً إدارة ترامب بتسعى لتسريع الاستخراج وتحسين الإنتاج وإغراق السوق العالمي بالسلعة دي. إيه الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام باللوائح البيئية؟ مين اللي بيتحمل مسؤولية فرض وتنفيذ جهود المعالجة البيئية؟ إيه الآلية المالية المخصصة لتمويل المعالجة الشاملة المطلوبة لقرن من التدهور البيئي المتراكم؟ الحقيقة المرة هي مفيش طرف مسؤول موجود. بيتضح مسار تاريخي ثابت، استغلال عدواني للموارد بعده فراغ مؤسسي وبينتهي بتدمير بيئي واسع النطاق. لما بنقدم التحليل ده، الرد المتكرر اللي بنقابله هو التأكيد على الظروف الحالية فريدة من نوعها. حجتهم غالباً بتعتمد على تقييمات سوق النفط الخام السائدة. بيفترض إن أسعار البترول المرتفعة هتولد موارد مالية متزايدة لمبادرات إعادة البناء الوطني. نقطة مرجعية تانية شائعة هي التقدم في القدرات التكنولوجية.
المنهجيات المتطورة في الاستخراج غيرت بشكل جوهري حسابات الجدوى الاقتصادية لاستخلاص الموارد. المؤيدون غالباً ما يستشهدون بالإرادة السياسية كعامل حاسم. التزام الإدارة الحالية لا يتزعزع، وهو ما يتناقض بشدة مع الانسحابات الجيوسياسية السابقة مثل الانسحاب من العراق. اسمحوا لي أن أواجه هذه الادعاءات بشكل مباشر. المغالطة الاقتصادية السائدة تشير إلى أن تقييمات النفط الخام هي الحل السحري لجميع المشكلات الهيكلية، والمفارقة أن التراجع الحاد في إنتاج فنزويلا حدث وسط أسعار نفط خام مرتفعة تاريخياً في السوق. في الفترة من 2010 إلى 2014 تجاوز سعر النفط الخام القياسي $100 للبرميل باستمرار، ومع ذلك استمر الإنتاج في مساره التنازلي. السبب الجوهري: أسعار السلع المرتفعة لا يمكنها إصلاح البنية التحتية المتهالكة أو عدم الكفاءة الإدارية المتفشية أو التدهور المؤسسي المتجذر. برميل النفط الخام حتى بسعر $80 لا يحمل قيمة جوهرية إذا كانت السلسلة اللوجستية والتشغيلية، الاستخراج والنقل والتكرير معرضة للخطر. التقدم التكنولوجي يبسط عملية الاستخراج بلا شك. هذا ينطبق بشكل أساسي على احتياطيات الهيدروكربون التقليدية. النفط الخام الفنزويلي فائق الثقل يتطلب عمليات كثيفة الطاقة مثل حقن البخار أو التخفيف الكبير لضمان جدواه. هذه التحديات ليست مجرد تكنولوجية، بل تمثل نفقات رأسمالية عميقة وأوجه قصور تشغيلية. الاستغلال الناجح للموارد يتطلب بنية تحتية قوية وصيانة مستمرة دقيقة وقوة عاملة ماهرة وشبكات كهرباء موثوقة وبروتوكولات تشغيل صارمة. للأسف فنزويلا لا تمتلك حالياً أياً من هذه المتطلبات الأساسية. البراعة التكنولوجية لا يمكنها تعويض الهشاشة المؤسسية. الادعاء هو أن الالتزام الجيوسياسي الأمريكي يعمل وفق نموذج مختلف. فحص نقدي للسوابق التاريخية يكشف عن رواية مختلفة. العراق تدخل استمر عقدين وكلف $200 مليار، لا يزال غير مستقر بشكل عميق. وبالمثل أفغانستان بعد عقدين واستثمار $145 مليار شهدت انهياراً نظامياً سريعاً خلال فترة 11 يوماً. بعد 15 عاماً من التدخل لا تزال ليبيا تعاني من حالة تشرذم سياسي، حيث تظل إدارتها منقسمة بشكل دائم بين فصائل متنافسة. تاريخياً أظهرت الولايات المتحدة قصوراً عميقاً ومستمراً في المهمة المعقدة لبناء الدولة. هذا القصور لا ينبع من غياب النوايا الأمريكية الحسنة، بل من الاستحالة الجوهرية لفرض وتحديد هياكل مؤسسية قابلة للحياة من الخارج. الأطر المؤسسية الأصيلة تتشكل عضوياً من التسويات السياسية المحلية بدلاً من أن تصمم وفقاً لمخططات أجنبية. فنزويلا تقدم أزمة غير مسبوقة في حجمها، تتجاوز العراق جغرافياً وأكثر إرهاقاً مالياً من ليبيا، وتشهد تفككاً مؤسسياً أعمق من أفغانستان. تتمحور الاستراتيجية المقترحة لإدارة ترامب حول السيطرة غير المحدودة على عائدات النفط، حتى مع تزايد مطالبات الديون السيادية لفنزويلا وتوطيد الفصائل شبه العسكرية لسيطرتها الفعلية على الأراضي. هذا لا يشكل إطاراً استراتيجياً قابلاً للتطبيق، بل هو تجل للإمبريالية يفتقر تماماً للكفاءة التشريلية. يظهر السجل التاريخي باستمرار أن هذه المرة ليست مختلفة أبداً. الآليات الأساسية متطابقة دائماً: لعنة الموارد، الانهيار المؤسسي المنهجي، التدخل الأجنبي، وعود إعادة الإعمار غير المحققة، تصاعد مطالبات الديون، فراغ أمني واسع النطاق، وفي النهاية الفشل المنهجي. هذا النمط الدوري مطلق. بالنظر إلى هذا المسار التاريخي، أي مستقبل ينتظرنا؟ نحدد 3 سيناريوهات متميزة، كل منها خال من أي آفاق إيجابية. يبدأ تحليلنا بالسيناريو الأول: فترة طويلة من الركود الاقتصادي والاجتماعي. تبدأ نفقات إعادة الإعمار الأولية.
قد يشهد إنتاج النفط زيادة متواضعة ربما تصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال إطار زمني مدته 3 سنوات. يستهلك عبء خدمة الديون بشكل غير متناسب للإيرادات التي تحققها الدولة، أي تقدم في البنية التحتية الحيوية يثبت أنه هامشي فقط. يظل الوضع الأمني السائد محفوفاً بالمخاطر بطبيعته. تتبلور بنية مجتمعية متميزة ذات طبقتين: المغتربون الأجانب العاملون في قطاع النفط، والنخبة الفنزويلية المحصورة داخل مجمعات محصنة ومكتفية ذاتياً ومجهزة بتوليد طاقة خاص. على النقيض من ذلك، يظل عامة الشعب غارقين في حالة دائمة من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. تستمر الشتات الفنزويلي الكبير الذي يبلغ عدده 7.7 مليون نسمة في المنفى إلى حد كبير. وبينما قد تعود مجموعة محدودة من المهنيين المهرة لأدوار ذات أجور عالية في قطاع النفط، يفشل أي جهد وطني شامل لإعادة التوطين في التحقق. تتحول فنزويلا فعلياً إلى وصاية دائمة للتدخل الدولي، محافظة على واجهة من السيادة بينما تدار وظيفياً من قبل قوى خارجية. المثير للدهشة أن هذه النظرة القاتمة تشكل التوقع الأكثر تفاؤلاً بين السيناريوهات المتاحة. السيناريو الثاني: التسارع السريع للانهيار المنهجي. جهود إعادة الإعمار بعد الصراع أظهرت أداءً أقل بكثير من التوقعات الأولية، وفي نفس الوقت تتنازع الفصائل السياسية المتنافسة بشدة على شرعية الحكومة المؤقتة. الجماعات المسلحة غير النظامية أو ما يعرف بالكوليكتيفوس ترفض بإصرار التسريح. المناخ السائد من العنف يتصاعد بشكل كبير. شركات باقة متعددة الجنسيات تنفذ انسحابا واسع النطاق، ونتيجة لذلك فإن إنتاج النفط الخام إما يركد أو يشهد تراجعا متسارعا. التزامات الدين السيادي للدولة تظل في حالة تخلف دائم عن السداد، وفي الوقت نفسه تتزايد هجرة المواطنين الفنزويليين إلى الخارج. عدد السكان الوطني ينكمش إلى ما دون عتبة 20 مليون نسمة، وتدخل الدولة بعد ذلك في تدهور نهائي يتسم بحلقة مفرغة ذاتية الاستدامة من الانكماش الديمغرافي والتدهور المؤسسي وانعدام الأمن المنتشر، مما يرسخ الفشل المنهجي. تتحول فنزويلا فعلياً إلى صومال، نصف الكرة الغربي، كيان جيوسياسي يمتلك حدوداً إقليمية محددة، ولكنه يفتقر تماماً إلى جهاز دولة وظيفي. السيناريو الثالث: إعادة التشكيل الاستبدادي. شخصية واحدة قوية، ربما جنرال عسكري أو مدني، يتمتع بدعم قوي من القوات المسلحة، تستولي على السلطة معلنة وعودا به النظام وإعادة الإعمار الوطني، ويتحقق ذلك بسحق الجماعات المسلحة غير النظامية بشكل حاسم من خلال القوة الساحقة، وتؤسس جهازا فعالا للقمع الحكومي، وتتفاوض على شطب كبير للديون من خلال استغلال التهديد الموثوق به بالتخلف السيادي الدائم عن السداد. وفي الوقت نفسه يشهد إنتاج الهيدروكربونات ارتفاعاً تحت الإدارة العسكرية المباشرة. تتطور فنزويلا إلى نظام استبدادي بحكم الأمر الواقع يتماشى استراتيجياً مع المصالح الجيوسياسية الأمريكية، ويحقق قدراً من الفعالية الاقتصادية، لكنه غير حر سياسياً. هذا المسار في الواقع يمثل النتيجة الأكثر شيوعاً لجهود إعادة بناء الدولة الفاشلة، ولا يتوج بحكم ديمقراطي وازدهار واسع النطاق، بل في إرساء عقد استبدادي متجدد. فعالية خطة مارشال نبعت من الذاكرة المؤسسية الراسخة لأوروبا. النهضة اليابانية المذهلة بعد الحرب كانت مدعومة بجهازها البيروقراطي عالي الكفاءة وثقافتها المجتمعية التعاونية المتجذرة بعمق. فنزويلا للأسف لا تمتلك أيا من هذه السمات الأساسية الحاسمة. بدلاً من ذلك فإن سماتها المميزة هي احتياطيات هيدروكربونية هائلة، وديون سيادية خانقة، ومنظمات شبه عسكرية منتشرة، والتهديد المستمر بالتدخل الأجنبي. هذا النمط التاريخي تجلى في العديد من السياقات الجيوسياسية، وهو على وشك أن يتكرر مرة أخرى.
يوم 3 يناير 2026 تاريخ القبض على مادورو بدأ معه عد تنازلي مالي حاسم. إدارة ترامب عندها فرصة استراتيجية، يمكن 18 ل 24 شهر بالكتير قبل زخم إعادة الإعمار يضعف حتماً. لو إيرادات البترول ما قدرتش تتحول بسرعة لتحسينات أمنية ملموسة وخدمات عامة أساسية وفرص عمل قوية خلال الفترة دي، المشروع كله هيواجه انهيار حتمي. قرارات عودة المغتربين الفنزويليين بتعتمد بشكل حاسم على الظروف اللي هتظهر في السنة الأولى. لو استمرت انقطاعات الكهرباء الواسعة وتصاعد انعدام الأمن وتزايد الوعود اللي ما تحققتش، هجرتهم هتبقى بلا رجعة. شركات البترول العالمية بتعمل تقييمات مستمرة ودقيقة للمخاطر السياسية. لو مناخ الاستثمار في فنزويلا فضل طارد لحد سنة 2027، رأس المال الاستثماري هيتحول حتماً لأسواق عالمية تانية، أسواق منافسة زي نيجيريا وجويانا، والصخر الزيتي الأمريكي بتمتص رأس المال ده، وفي نفس الوقت عدد الدائنين هيزيد. كل شهر فنزويلا بتأخر فيه إعادة هيكلة الديون الشاملة، الفوائد بتتراكم بشكل أوسي والمطالبات القانونية بتكتر، وعبء الدين السيادي بيبقى مستحيل رياضياً. ضرورة إعادة الإعمار الوطني اللي تشمل استقرار الأمن واستعادة إنتاج البترول وحل مشكلة الديون والخدمات العامة الأساسية وعودة المغتربين لازم تتحقق بسرعة، وإلا مش هتتحقق أبداً. وبناء على كل سابقة تاريخية وكل دراسة حالة مشابهة وكل نمط واضح تم فحصه بدقة، تحقيقها بنجاح مستبعد تماماً. فنزويلا محكوم عليها بشكل قاطع إنها مش هتكون دبي أمريكا الجنوبية، بدلاً من كده للأسف هتنضم لصفوف العراق وليبيا، وهتكون دراسة حالة صارخة تانية بتوضح إزاي الثروة الطبيعية الوفيرة لما تكون من غير أطر مؤسسية قوية بتؤدي دايماً لفشل نظامي مستمر. النمط التاريخي ده ثابت وما تقدرش تغيره. الادعاء بالاستثنائية في الظروف دي بيثبت دايماً إنه ملهوش أساس. اشترك دلوقتي لأن التحليل اللي جاي هيكشف عن 3 مؤشرات اقتصادية دقيقة هتحدد بشكل قاطع إذا كانت إعادة إعمار فنزويلا ماشية ناحية النجاح ولا بتنهار. المؤشرات دي ممكن تتحدد كمياً بناء على التجربة. تداعياتها لا يمكن دحضها ومساراتها بدأت بالفعل. فعل جرس الإشعارات. المعلومات المالية الحاسمة دي محتاجة تدقيق فوري منكم قبل ما نافذة الفرصة الاستراتيجية تتقفل بشكل لا رجعة فيه. إعادة توزيع ضخمة لرأس المال العالمي بقت حتمية دلوقتي. السؤال المحوري اللي لسه مطروح هو مين اللي هيقدر يستولي على الأصول دي بشكل استراتيجي، ومين اللي هيواجه الخراب الاقتصادي؟